عملت النهارده شوية سمك مشوي في الفرن، إنما إيه يا جماعة، ولا طلّع بقى ريحة دخان، والسمكاية طالعة ماسكة نفسها ودايبة دوب وزي العسل وقلبها أبيض زيكم كده. معاكم أبانوب، يالّا شجعوني قولوا لي سالم إيديك يا أبانوب، ويالّا بقى بينا نبدأ الخلطة. عندي كده بصلاية مقطعها صغير، وفلفل أخضر وحار، وكمان طماطماية، شوية من الكزبرة، شوية من البقدونس، والجزر بتاعنا، لو عندِك شبت حطي بس ما كانش عندي. ونزلت بقى بالثوم وهرسة الشطة وشوية توابل، ملح وكمون، وكمان كزبرة ناشفة، وعصير بقى ليمونة حلو كده زي العسل، وشوية من الخل عشان يدّي مزازة، ويالّا بقى بينا بشوية زيت. هابدأ بقى أقلّب كل الخلطة دي، والخلطة دي كده جاهزة عندي عشان نعمل بيها السمكة. عندي بقى سمكية بولتي زي العسل، على فكرة ممكن نعمل الوصفة دي سمك بولتي، سمك بوري، ماكريل، أي نوع من السمك. بانضّف البطن بتاعتها كويس جدًا، جدًا، ومش بانضّفها من القشر بتاعها، تمام. بُصّوا يا جماعة نضيفة وزي الفل. هابدأ بقى آخُدها وأبدأ بقى أفتح لها بطنها وأحشيها بالخلطة. بُصّوا أنا مش باكتّر الخلطة عشان الخلطة باستخدم لها استخدام تاني. طَب أسألكم سؤال، أنا قُلت لكم في الخلطة دي باحُط حاجة عشان تدّي مزازة، باحُط إيه عشان يدّي مزازة؟ لو مركّزين هتقولوا لي في الكومنتات. عندي بقى كده إيه، بابدأ كده أدهنها في مَيّة بقى نزلت والزيت والحاجات دي بادهنها، لازم السمكة تكون مندية كده. طيب هتقولوا لي ليه؟ عشان لمّا أحُط عليها الردة تمسك عليها. شوية بقى إيه، الخضار ده هاسيبه على جنب. عندي الردة حطيت لها رشة ملح، وأبدأ كده آخُد بقى إيه، الردة بتاعتي أحطها بقى على إيه، على السمك. بُصّوا يا جماعة عشان في ناس تقول طَب إحنا بنحط الردة على السمك والسمك إيه، مش بيستقبل الردة، ما عشان لازم زي ما باقول لكم السمكة بتبقى مندية علشان الردة تمسك فيها. بابدأ بقى آخد الردة يمين، شمال، وشرق، وجنوب، وغرب، وكل الاتجاهات لحد ما الردة تمسك بقى في كل السمك. في ناس بتربط السمكية بس عادي، أنا هاخلّيها لكم زي الفل. طيب هنشويها إزاي؟ عندي كده صينية حطيت فيها ورقة فويل، لو عايزة تحطي ورقة زبدة كمان حطي ما فيش مشكلة، بس هي ورقة فويل كفاية. بعد كده هاحط بقى إيه، شوية من الردة كده كتير تحت إيه، تحت الورقة علشان السمكة بتاعتي ما تتحرقش، والردة ممكن تتحرق وتعمل دخان. بعد ما حطيت الردة في إيديّا كده هاحط معلقتين من الزيت، وأبدأ كده إيه، أوزّع كده نقطتين الزيت دول على إيه، على الصينية كلها. وعندي بقى السمكية البلطي الجميلة بتاعتنا هابدأ كده آخدها وأحطها فين، أحطها في الصينية. وعندي برضه الزيت هاخد برضه معلقتين علشان إيه، أحط كده من فوق السمكة، علشان اللون بتاع السمكة يبقى واحد كده، ما تبقاش حتّة إيه، حتّة فيها يعني حتّة واخدة الشوي وحتّة لأ. باحطها بقى والتسوية بتاعتها إزاي، في الفرن. طب فوق والّا تحت؟ بُصّي، أول حاجة لازم درجة الحرارة تكون 200 الفرن، والفرن تكون مسخّناه كويس أوي، وتحطي السمكة تحت خالص تمام، في قعر الفرن. وبعد كده تقلبيها، تطلّعيها تقلبيها وتحطيها الناحية التانية برضه في قعر الفرن. وبعد كده لو عايزة لون تاني حطيها تحت الشواية. السلطة اللي فضلت دي حطيت لها شوية مَيّة دافية، ولمّا السمكة طلعت حطيت لها التشريبة أو الدقة دي، وقدّمتها بألف هنا وشفا. كده عملت سمك بلطي مشوي في الفرن، وأنا اسمي أبانوب. اعملوا لي follow وshare وشجعوني عشان في وصفات جاية كتير، وهاعمل لكم مفاجأة بس مش هاقول لكم عنها دلوقتي. شكرًا إنكم بتتابعوني، باحبكم جدًا.